أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهر للأبراج. أهلا بك امرأة برج العذراء. النهاردة هنتكلم عن يوميات أفراح وأحزان امرأة برج العذراء الجزء الثالث لعام 2024. لو أول مرة تشوف القناة شرفيني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. وإن كنت مشتركة بالفعل ياريت نعمل لايك ومشاركة للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من محبي امرأة برج العذراء. امرأة برج العذراء يتجاهلك وبيتهرب منك ويوهمك بأنه موجود. ردي ليه الألم بنفس الأسلوب. إيه معنى القراءة دي؟ امرأة برج العذراء بالنسبة للناس اللي تعتبر منفصلة أو متخاصمة أو عندها مشاكل أو في أشياء عندها، في شخص بيتجاهلها بيتهرب منها بيوهمها بأنه موجود. ف حاولي انك تردي ليه نفس الاسلوب. بمعنى ايه؟ بمعنى انك لا تعطيه حجم اكبر من حجمه، لا تعامليه بلطف اكثر من اللازم. لازم يكون عندك ثقة في نفسك، قوة في نفسك، حب نفسك، علشان يشعر هو بانك بعده، او هو مش هيفرق معاكي، لانك انت بالفعل هيكون عندك تغيير في عام 2024. وبالفعل حبيبك هيكون في موقف ضعف ويريد الصلح، وأنا بقول لك أيضا إن الصلح خير. حبيبك هيكون ندمان عليكي وهيكون في حالة من التعلق بيكي، وهو بالفعل هيعمل بعد كده المستحيل علشان يرضيكي، لكنك انت بتحاولي تبعد عنه لأنك أصبحتي عندك قوة. عندك قوة لما تجلتي، لما حاولتي انك تبين لي انك زي ما انت بتتجاهلني انا بتجاهلك، زي ما انت بتهرب مني انا هبعد عنك. هو اصبح منجذب اليك اكتر، فهو شعر بان رحيلك عنه هيسيب فراغ كبير في حياته. هو بالفعل شخص موكل لشفاء روحك، بتوقيت الهي هيجمعكم مع بعض تاني. ولكن زي ما قلنا التجل صنعة، يعني انت حاولي دايما ما تحبيش بزيادة، ما تعطيش بزيادة، ما تدفعيش بزيادة. دايما خلي في حالة من الوسط في التعامل مع الشخص اللي أمامك علشان يعرف قيمتك. كمان انت مريت بتجربة لا تنسيها في حياتك، ولكن قريبا جدا في بداية جديدة لعلاقتك. هيكون في عنديكي أحلام بتكشف ليك حقائق، يعني اللي بتحلميه واللي مش عارفة تشوفيه في الواقع بتكتشفيه في أحلامك. هيكون عنديكي تغير كبير وجذري مستنيكي في العلاقة العاطفية. أصبح الحبيب يعرف تماما إن القوة لا تستهان بها. وكمان في شخص هيفاجئك في حياتك وهيغير الحياة بالنسبة ليكي. فهناك مثلث فلكي يقلب الموازين في كل الأبراج ومنهم برجك. امرأة برج العذراء، إذا استطعت تجدي تفسيرا لحالة عدم الاستقرار اللي انت بتعيشيها، فعليك انك تواجهي نفسك بصراحة، تغيري طريقة تفكيرك، تغيري اسلوبك، تهتمي دائما بانك تكوني الجميلة الأنيقة المطيعة الساحرة التي تمتلك مواهب طيبة. والحب في رأيك أكثر من ارتباط جسدي، بل هو مشاركة زوجية وجدانية عقلية، فيها التفاهم، فيها الانسجام، فيها التضحية، فيها قوة الشخصية. حافظي كمان على صحتك، لأن ده كله هيعطيكي إنك تكوني ملكة متوجة على عرش القلوب، بتحبين بصدق وإخلاص. حاولي دائما تكوني الفتاة الحكيمة اللي تفكر بعقلك لا بقلبك، وتحاولي كتم أسرارك.
كمان خليكي صائدة ماهرة، صائدة ماهرة، تصيدي بسهامك صيد القلوب. فعنديك فترة جديدة هيكون عندك فيها أحلام قوية قوية جدا جدا هتتحقق. كمان كون المرأة اللي بألف مرأة، فالرجل دائما طماع شهواني، فخليكي لك شخصية قوية تجذب إليك هذا الرجل. امرأة برج العذراء هيكون عندك كمان حدة الملاحظة، هتكون عندك الملاحظة قوية، هتكوني دايما في الفترة اللي جاية دي دايما بتفكر بطريقة إيجابية وسريعة التجاوب، فهتنجحي يعني هتنجحي بنجاح كبير في أي مشروع هتدخليه أو في أي شغل هتشتغليه. كمان هتقومي بأشياء تبهر بها كثيرين، فتصلي إلى مستوى عالي في مجال الخبرة والمعرفة، وهتستفيدي بشؤونك المالية، ويكون عندك ثقة بنفسك وبإمكانياتك. كمان من الفترات اللي جاية دي هتتلقى أخبار سارة تستفيدي منها أنت ورفيق الدرب اللي هو حبيبك، وهيحدث بينكم الوفاق والاتفاق بعدما كان كل واحد بيحاول إنه يبقى هو الأكبر على التاني أو يتجاهل التاني، هيرجع بينكم الوفاق. كمان بالنسبة للعزاب في حب جديد يطرق أبواب قلبك، فلا تترددي، فالفلك يدعوك لمغامرة جديدة في عام 2024. كمان خلي بالك إن الحساد هيكونوا حواليك كثيرون، ولكن الله ينقذك من شر أفعالهم. وخذي موقف جديا واستعد للمفاجآت، فيمتلئ قلبك بالفرح والدفء والسعادة، لأنك هتتبادل الإخلاص والثقة مع من حولك. هيكون عندك لحظات حنان في هذه السنة، هيكون في مصالح مشتركة ليك في هذه السنة مع من تحبي، هيكون قلبك غني بالمشاعر الفياضة والأحاسيس الجارفة. فإذا لم تجد الشخص الجدير بك فإنك تنضوي على نفسك وتكتمي هذه المشاعر والأحاسيس، ولكن إياك واليأس. حاولي دائما أن تبحثي عن الحب المثالي في أعماق القلب والروح والجسد، الشرط الوحيد لوقوعك في الحب الفترة القادمة. أنا مش هطول عليكي، لكن لو عجبك الفيديو شرفيني بالاشتراك، وإلى اللقاء.